ده بودكاست مترسين، هندردش فيه عن كل المشاكل اللي بتواجهنا، حوارات بنقع فيها أو حتى أسئلة تافهة بتيجي في دماغنا. بس طبعا كل ده في نطاق الهزار. بقولك ايه، مترسيني، يلا نبدأ. أهلا بيكم في الحلقة الخامسة من بودكاست مدرسين. قبل ما أبدأ الحلقة كنت حابة إن أنا أشكر الناس اللي توقعت موضوع الحلقة صح على الانستجرام. كانت سارة نصر الدين ومينا محفوظ، وأتمنى إن شاء الله الحلقة دي تعجبهم وتكون زي ما توقعوا بالظبط. زي ما شفتوا عنوان الحلقة وهو يا بابا أيام فانكي، وده لأننا هنتكلم النهاردة عن اختلاف الأجيال. أنا عن نفسي من مواليد أواخر التسعينات، بس بشوف إن مراحل حياتنا مختلفة تماما عن دلوقتي. زي مثلا طفولتنا، يعني كان آخرنا زمان موبايل لعبة في أغنيتين، العروسة اللي هي اسمها كرومبا، حاجات كده ثوابت. ولو في يوم من الأيام بعد الشر فاتنا على مسمسم قبل المغرب كده، كان بيبقى أسوأ يوم في حياتنا. كمان كانت أحلى حاجة في رمضان الكرتون الزيادة اللي هما بيجيبوه قبل الفطار، زي زازا قزازة وبكار. ده طبعا أيام القنوات الأرضي. بعدها بقى كان في زي معجزة كده حصلت، كان اللي هي اسمها الدش، كان عليها بقى قنوات دريم وام بي سي 3 وسبيستون. ده بقى كان بالنسبة لنا اللي هو نهاية العالم امتى. انا فاكرة كمان لما اخترعوا الوصلة وكان عليها ال ART افلام، اللي هي تفضل تجيب الفيلم يخلص فتعيده تاني. انا كنت ببات عند قرايبنا اللي هم عندهم الوصلة دي، كنت شايفة قد ايه هم اغنياء عشان مركبينها وعندهم الكنز ده. نيجي بقى للموبايل. هو ما كانش في حاجة اسمها ان يعني اهلك بينزلوا يجيبوا لك موبايل مخصوص، لا. لو انت باباك او مامتك موبايلهم جاب اخره واشتروا واحد جديد، فبيعطفوا عليك ويرمولك القديم، اللي هو انت يا عيني بتبقى طاير بيه من الفرحة. وكمان احنا اصلا عصرنا موبايلات يعني عظيمة زي البلاك بيري والان 70. كان في واحد اسمه الدمعة. دي كانت بالنسبة لنا برضو طفرة في الموبايلات، لان انت يكفي انك هتعرف تفتح الايميل الياهو بتاعك او النيمباز او الاي بادي من الموبايل. هي دي كانت وسائل التواصل بتاعتنا. وفاكرة كمان ان احنا اول ما دخلنا على الفيسبوك انا كنت مسمية الاكونت بتاعي هانا مونتانا. مش دي المشكلة، انا المشكلة عندي ان الناس كانوا شايفيني روشة، وان قد ايه الاسم تحفة. مش مثلا حد يقولي هو ايه الهبل اللي انتي بتعمليه ده، لا كانوا بيشجعوني بصراحة. لكن الأطفال دلوقتي من هم صغيرين تلاقيه شايل ايباد كبير قوي في كفر أكبر. مش فاهمة ليه كائن بالسن ده ممكن يبقى محتاج الشاشة دي كلها. وأول ما يبدأ يتكلم هو بيبقى يعني بيعرف ازاي يعمل فويس ويعمل سيرش على جوجل وعلى اليوتيوب، وفجأة تحس ان هو اتحول يعني راجل كبير ما يفرقش عنك في حاجة. اما بقى مراهقتنا بتاعت زمان كانت بتتمثل في أغاني تامر حسني، انك نفسك تعيش حياة زي بتاعة ستار اكاديمي. انا فاكرة ان احنا ما كناش بنقفل القناة دي، كانت بتصورهم حتى وهم نايمين. هنستفاد ايه؟ مش عارفة. في نفس الوقت ده لو انت مقتدر وروش لازم يبقى معاك بجانب الموبايل MP3 او MP4، لان اكيد مش هنسمع الاغاني على الموبايل عادي كده زي الناس الفقراء. وبجد دي كانت من احلى الايام اللي الواحد بيفتكرها. حتى مراهقتنا كده كانت تحس ان هي ابسط من دلوقتي، اللي هو انت عايز تحس نفسك كبرت في اخر يوم امتحانات. بسيطة قوي، انت مش هتلبس اليونيفورم بتاعك وهبنلبس لبس مخالف، يكون معاك 50 جنيه، اللي انت تكون اتخانقت مع مامتك وباباك امبارح خناقة برب السما عشان كانوا مستكترينها انه ليه يعني تروح تاكل بعد الامتحان ب50 جنيه. ف بس طبعا أكلة الكشري كانت بتبقى تستاهل الخناقة دي. لما كبرنا شوية وبقينا نتخانق ونكتئب وعرفنا يعني ايه زعل، كان فعلا ممكن أكلة أو لعبة على الكمبيوتر بتاعك أو قاعدة يعني مع أصحابك الموضوع ده يتحل. بس ده كان شكل حياة الناس قبل ما يعرفوا معنى كلمة تروما. لكن دلوقتي بعد ما اكتشفوها بقى الموضوع أو المشكلة يا إما بتتحل بثيرابيست يا إما لازم تهلك نفسك في الجيم. والله حتى الصحوبية كان طعمها أحلى وقيمة كده، اللي هو فيه هزار ولما القعدة بتبقى حلوة. انا فاكره ان كان احلى يوم في حياتي اللي بيبقى المستر غايب فيه والحصه بتبقى فاضيه،
تبقى القعدة كده جميلة وكلها غنى وخفة دم. حتى دلوقتي بحس انه ما ينفعش يتقال على الشخص ده صاحبك لو انت مثلا مش بتبعت له ستريك. انا بجد يا جماعة مش فاهمة لحد دلوقتي يعني ايه ستريك، بس يعني بحاول بصراحة اعمل سيرش وافهم اكتر، بس ما بفشل بصراحة في الحوار ده. تاني حاجة لازم يبقى ما بينكو كوميكس وريلز رايحة جاية، ولو هو بيست فريند بتاعك يبقى لازم تبقوا عملتوا كام فيديو ترند على التيك توك. ده دلوقتي اللي يعني بيضيع الوقت او بيبين قد ايه الشخص ده درجة صحوبيتك معاه يعني. بس احنا برضو زمان كنا روشين، يعني انا فاكرة كنا بنتصور بريتريكا، كنا بنعمل بوز البطة، وبعدها الدنيا اتطورت وكان في الفلتر اللي هو الكلب بتاع سناب شات، وكان في الدوب سماش على ما اتذكر يعني، اللي هو تقريبا دلوقتي بقى نفس الفكرة بتاعة التيك توك. ده حتى الدروس زمان بجانب ان هي كانت طبعا رخيصة، يعني انا فاكرة الدرس بتاعي كان ب35 جنيه، بس احنا كنا 6 في المجموعة وكنا شايفين قد ايه المجموعة زحمة. دلوقتي لو اقل من 15 هي بيبقى اسمها برايفت، ده لو مش في سنتر او مراجعة في استاد او في صالة كبيرة قوي، فحتى دي طعمها بقى مختلف تماما. بس طبعا خلينا متفقين ان كل جيل بيبقى ليه روح، وكل جيل بيشوف حاجات حلوة وحاجات وحشة، هي دي اللي بتكون مسؤولة في تكوين الفكر بتاع الجيل ده يعني. واعتقد ان احنا يوميا بقينا اصلا نحتك بالجيل الجديد او مثلا اللي بيسموه جيل الالفينات، لان هما دلوقتي كمان كبروا واتخرجوا وبقوا بيشتغلوا معانا. يعني انت بقيت في الشغل بتلاقي حلا وجانا ورضوى والاسماء اللي هي الجديدة الحلوة دي. ده كمان بقى فيه ناس منهم اهالي. يعني انا برضو بحس برضو في فجوة، يعني انا في الشغل مثلا يبقى معايا حد اللي هو مدام ايمان الكبيرة اللي خلاص عدت التلاتينات، وفي نفس الوقت انا معايا حد انا مش متخيلة ان هو اللي هو انت امتى اتخرجت من الجامعة. بس طبعا لازم تتعامل مع ده وتتعامل مع ده، وسواء كنت من الجيل القديم او الجديد استمتع بجد بكل حاجة بتعدي بيها او عديت بيها. ومش عايزة الجيل الجديد يزعل مني، بس صدقوني انتوا نفسكوا هتحسوا بمتعة لما تقارنوا بينكم وبين الأجيال اللي بعدكم. يا رب الحلقة دي تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لنا فولو على جميع منصات البودكاست والانستجرام والتيك توك واليوتيوب عشان كل الحلقات الجديدة اللي بتنزل تسمعوها على طول. أشوفكم الحلقة الجاية.